عاجل وبالفيديو. أول تصريح إعلامي لمدرب المنتخب الأسباني قبل مباراة المغرب وإسبانيا، ولم تصدق ما قاله عن المنتخب المغربي. تفاجأت الجماهير المغربية قبل قليل بأول تصريح صحفي لمدرب المنتخب الإسباني قبل مباراة منتخب بلاده ضد منتخبنا المغربي في الجولة الأولى من الدور الثاني لمونديال قطر، ولن تصدق ما قاله عن المنتخب المغربي، وإليكم باقي التفاصيل. ويذكر أن المنتخب الأسباني واحد من أقوى المنتخبات في العالم، ومن سوء حظ المنتخب المغربي هو لقائه مع المنتخب الأسباني في المباراة الأولى من الدور الثاني من المونديال، حيث أن المنتخب الأسباني قوي وليس من السهل على المنتخب المغربي من الفوز عليه، وهذا ذلك رأيناه في مونديال روسيا 2018، حيث في مباراة المغرب وإسبانيا حيث أحرز المنتخب المغربي التعادل 2-2 مع إسبانيا بصعوبة، وهذا ما جعل الجماهير المغربية الآن تتخوف من المواجهة. وخرج المدرب الإسباني قبل قليل في أول تصريح وخروج إعلامي له عن المباراة المقبلة التي ستجمع منتخب بلاده ضد منتخبنا المغربي في المرحلة الثانية من مونديال قطر، ولن تصدق ما قاله عن المنتخب المغربي، حيث حسب ما نقلت العديد من المنابر الإعلامية فإن مدرب إسبانيا صرح أن المباراة ضد المنتخب المغربي لن تكون سهلة أبدا، خصوصا مع تشكيل المنتخب المغربي الجديدة تحت قيادة المدرب الجديد وليد الركراكي. وقال رغم صعوبة المهمة ألا إنهم متأكدون أننا سوف نفوز على خصمنا القديم، وسنعمل بجد لضمان تحقيق هذا الإنجاز، وهذا ما أثار الجدل خصوصا بين الجماهير المغربية.